نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتي معلق اللقاء أحمد الطيب، ألتقي وإياكم وأحداث هذا اللقاء الكبير على أمل أن نستمتع إن شاء الله بقيمة كبيرة للاعبين كبار لأندية كبيرة. تشكيلة النادي العربي أدي ديالو، علامات استفهام حول ديالو الحقيقة في أكثر من مباراة وموقف. تغيير اتجاه اللعب، يطلع من زميله يروح عاملها طولي بعد ما كان بيجري عرضي، يروح عاملها بعد كده طولي يقطع، يبقى خلاص قضي الأمر. يوسف المساكني النجم التونسي اللي كتير زعلانين منه وأنا منهم، أنا منهم. ما هو برضه ما كانش هيتساب لو كان في حتتين زيادة. أمال إيه؟ أمال إيه؟ الدحيل حريفة. انطلاقة تاني، حكيم زياش ممكن جاي للدحيل، تصويبة المساكني ولكن على طول سايسي المدافع المغربي يتصدى. نادي السد، يا ترى مين اللي جاي؟ ده بيدرو يعمل بالعرض لكن تطلع بره، ضربة ركنية رغم سرعتها، ده شيء كويس قوي. سلامات يوسف المساكني، لعبة صعبة شوية. ادي يوسف المساكني النمس نجم تونس الخضراء. يمكن التراجع البدني شوية أثر على قيمته الفنية، مفيش كلام، لكن كموهبة وكلاعب كبير يعني مش هنقدر نفتش فيها كتير، لأنها واضحة إن هو من اللاعبين الاستثنائيين، سواء لما كان مع نادي الترجي ولعب كأس العالم للأندية، سواء مع نادي الدحيل في مشوار محترم، راح نادي اوبن البلجيكي، رجع الى نادي الدحيل ورجع الى النادي العربي. ثلاثة موجود في الملعب مدربا للسد. ديالو لاعب باريس سان جيرمان 4 سنوات. اوهو، مش اوفسايد، مش اوفسايد. هدف اول، هدف اول، هدف اول، هدف اول، هدف اول، هدف اول. احمد علاء عملها، احمد علاء عملها وكلمته قالها، ويلقي بكلمة الافتتاح بعد ما ضرب خط ظهر نادي السد واقتحم منطقة الجزاء اقتحاما، اختراق وانطلاق، فتح شوارع وانفاق وتقدم للنادي العربي بأول أهداف اللقاء. البرتغالية حاضرة، والحس البرتغالي حاضر حتى في ذكاء التمركز. ادي الضغط، جايين ورا بعض، لعيبة العربي خرجوا الكرة كويس. احمد فتحي تاني على طول، لكن برافو ديالو. لعيبة النادي العربي الهدف يزيد من قوة الإحساس وشدة الإحساس بالمسؤولية. وأدي فاول، في إنذار ولا لا؟ فاول مع بيدرو. حكم يعني كان طيب وحنين، يعني دي عايزة إنذار، مش كده ولا إيه؟ الحكم كان حنين، يعني اللي إحنا بنقول عليها روح القانون، يعني ما حبيش حد وعالج موقف لحد على حساب حد. الكرة كده، الكرة كده. انطلاقة تاني من جديد أقصى اليسار، يوسف المساكني. يوسف بطيء شوية لكن سرعة الأداء عنده عالية، هو بيتحكم في الريتم، يعني مش لعيب متعة في الكرة القطرية. فيليبي جورج العظيم. انطلاقة تاني، 1 3 اتعملت حلوة قوي. اسحاق عدى من كمارا لكن ما فيش حد قدام، هيشتغل لوحده، اشتغل بعرض الملعب، ما كانش في حد قدام. احمد علاء كان متقطع، مارتن جونيور، جاسم جابر النهارده مش موجود. انطلاقة تاني على طول، ديالو باص حلو أقصى اليسار، 3 على 2، 3 على 2. يا عيني يا عيني يا عيني. فاول لصالح نادي السد. لما بيدخل منطقة الجزاء يوسف المساكني بيبقى خطر جدا. هو من اللعيبة دايما اللي تلاعب المدافع على الثابتة، يعني هو يثبتك على رجله ويعدي منها، وهو معاه الفنت بتاعها. نص ملعب رودري اختفى بقاله شوية، يا عيني على الاقتحام الجميل، تحضير فرصة المساكني لكن كمارا في الوقت المناسب يخلصها. ادي رودري يصوب، عمل تاني باص حلو قوي. تاني مساكني، يا لعيب اتقفل عليه كويس قوي. لا ضغط المباراة ولا ضغط اللعب ضد السد، هو ده المساكني. هو تاني يا جماله بيوزع الادوار، وضربة ركنية صغيرة قصيرة الى ديالو. الاثنين بيلعبوا برجليهم الشمال، يا عيني على المساكني، دخل في العمق، فتح زاوية لعب حلوة قوي امامية لاحمد علاء. لكن مين ده؟ ده اكرم عفيفي. سور الجناح، ما فيش ولا كرة عرضية حتى اتعملت. ادي انطلاقة تاني على طول المساكني، تغيير اتجاه اللعب، رودري اقصى اليمين يعدي على ويحرم وسيم قداري من هدف تاني للنادي العربي. لازم مشعل برشم يروح يحضن القائم ويبوسه ويقبله ويقول له شكرا ايها القائم العظيم، لولاها لكانت ضربة حرة. ادي المساكني. بينه وبينكم العربي عامل ماتش حلو كتير، ولكن على طول لما لقى الطريق مفتوح ومحدش بيضغط عليه عبد الله، قال لك انا استنى ليه، انا رايح اهو. تروح تاني لرودري، عرضيه عاليه فوق، خلي بالك اهو لا بس خلاص
بس خلاص ضربة جزاء مع سبق الإصرار والترصد. ده حتى ما بصش على الكورة، ده مديها ظهره اهو. بص اهو الكتف مش في الكتف. بص حضراتكم، بص اهو اوفسايد مش اوفسايد، خلاص يبقى ما فيش اوفسايد. تعال نشوف بقى الاحتكاك. لكن يوسف المساكني كان ذكي جدا وعرف امتى يدخل منطقة الجزاء، عرف امتى يكون راس حربة، ودي قيمة اللعيبة الكبار. خسارة آخر مباراة وحتى الآن 1-0 للعربي. وادي ديالو، مشعل يا مشعل يا مشعل يا مشعل. كل نجوم العالم على مستوى العالم ضيعوا ضربات جزاء وضربات ترجيح، لكن مشعل برشم ولد 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 ولد، وايه رجليه على الخط. فينك يا اكرم؟ يقترب على طول كلاودينيو. هل يعملها نادي السد؟ هل يعملها؟ ولو عملها يقدر يعملها دلوقتي. نلعب في الدقيقة 44، شوط اول مثير ممتع جميل. العربي بيقدم مباراة كبيرة، السد بيحاول، ولكن بسبب لعيب كبير اسمه المساكني لما بيكون في نصف حالته البدنية بيبقى في الكرة ملوش حل. من جديد كلاودينيو، اوه خطر كبير. رودري رودري رودري، ولكن مشعل برشم. العرض عالية فوق، ولكن على طول ضربة الرأس راحت. النادي العربي متماسك بشكل جيد جدا 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 الشوط الأولاني. عموما الحكم ما سابش الامور كده وادى انذار لكامارا. مجتهد جدا كامارا وشرس جدا اللاعب المالي. ادي الانطلاقه ناحيه اليمين تاني جوفاني، لكن برافو برافو اسحاق ممتاز الحقيقه. يدي للمساكني بين الرجلين، واحده كده على الماشي بالحاجات الحلوه الجميله البسيطه. تاني على طول لاسحاق. اوه لا 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 لا، اجمل لعبه في المباراه، اجمل هجمه في المباراه. ادي يوسف المساكني، فرصه تاني بتضيع للنادي العربي، حاطط فيها وش رجله لكن لا راحت يمين ولا شمال، وتصدى الحقيقه ليها مشعل برشم. اوه يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الولد. موخيكا دائما الاحداث الكبرى لها اللاعب الكبير القادر على صنع الفارق. 1-1 يديها للباك الشمال، يديها اللعيب اللي في النص، يديها لراس الحربة، يديها للجناح، يعدي النادي العربي. فرصة تاني فرصة تاني فرصة تاني. لا 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 يا راجل، لا يا راجل، لا مالكش حق. استنيت ليه؟ هي من الاول لمسة واحدة يا يوسف يا مساكن، انت لسه هتستهجى. استنى، الزاوية بقت ضيقة، الدفاع قفل المرمى، الحارس طلع من مرماه. هو المفروض، بس هو الحكم شاف ان الكرة لسه في نص الملعب يعني والكلام ده. المساكني هيطلع، يوسف المساكني هيطلع، اعتقد صعب يطلع دلوقتي، لسه عنده شويه، لان في لقطه فاتت كده بيقول يعني ان انا هطلع يعني، ولا انا اللي عليا الضوء، انا اللي اخرج ولا ايه؟ ما اعتقدش. لا ايوه كده، لا ما يخرجش، سواء كان وسيم، عبد ديالو، مروان شريف، عبد الله معرفي، كل بيجتهد. ادي انطلاقه تاني مساكني، فاول لصالح النادي العربي على كامارا. قبل الاخير حالته عامله ازاي؟ شريف، مروان شريف 21 سنه، مروان لعيب كويس صغير. ادي الباص الامامي، طارق سلمان، يوسف المساكني، وخريطه خاصه بتحركات النجم التونسي الكبير. 90 ذكي جدا جدا جدا، وعنده امكانيات مهاريه وذهنيه تقدر تخليه ينفذ اللي هو عايزه. ادي الانطلاقه تاني، ادي على طول انطلاق واختراق. هو يوسف المساكني، هو المساكني، هو لا 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 لا. قل ان يوسف المساكني يصنع هدف، ولا تقل احمد علاء يهدر هدف. هجمه مرتده، اختراق وانطلاق، فتحوا في دفاع السد شوارع وانفاق، ولكن حارس المرمى يبدع، حارس المرمى يقنع. مشعل برشم مع اللحظات الاخيره ولثالث مره. بص المساكني عمل ايه؟ بص خدمه توصيل الطلبات للمنازل، ديليفري عظيم، ولكن قدم كما يجب ان تكون، كره القدم كما يجب ان تكون. يوسف المساكني سي السيد النمس، النهارده رجع نمس، واي نمس. اي والله اي والله اي والله، هو تاني، هو يوهو. لا 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 لا، مش معقول يا العربي، مش معقول يا العربي. لكن بينه وبينكم هم عاملين ماتش كويس، هو الفينشنج اللي فارق،
مش عايز اقلل طبعا من باص وحش قوي من خوخي في الفاول. من جديد كامارا الوحش مقفول عليه كويس قوي 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 قوي. عجبني النادي العربي، عجبني النادي العربي مقارنه بالعربي في الفتره اللي فاتت. عاملين ماتش محترم والله، عاملين ماتش محترم. يا عيني على المساكني، قال له تسمح لي، قال له اتفضل. رقص كلاودينيو في اللعبه اللي فاتت. بالقرار من حكم اللقاء محمد الشمري. ولي اكرم عفيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، عملها اكرم عفيف. اي والله يسجل من ضربه جزاء بقرار وفرمان من حكم اللقاء محمد الشمري من على خط المرمى. لم تتخطى خط المرمى، خط المرمى 12 سنتي، لم تتخطى خط المرمى. كانت فرصة لهدف ثالث. ادي يوسف المساكني. مباراة من نار، مباراة من نار، نعم كلاسيكو من نار. واحدة من اجمل مباريات العربي والسد في الفترة الأخيرة. عوض في مدرب تاني يقول لك لا انا ليا سيستم بشتغل بيه، وممكن خططي جوه السيستم ده هي اللي توديني اللي انا عايزه، مش لازم اغير السيستم. يعني السيستم اللي انا جواها انا هطلب ايه من كل لاعب في مكانه، هو ده اللي ممكن يتغير. المساكني بيدخل في العمق، بيعرف امتى يقتحم على يوسف المساكني. فاول على يوسف المساكني. يعني يا يوسف عليا ولا على مين يا يوسف؟ خلاص يا يوسف المساكني، كانه بيقولها له كده. بعد شويه هتلاقي يوسف بيبص له بيضحك والدنيا حلوه. انت هتقعد تعمل لي مش عارف ايه، خد لو سمحت. وفي حكم تاني يعني هادي وحنين وقلبه حلو. بص بص الضحكه بتاعت الحكم، بص ده حكم قلبه حلو وباله طويل، وبقول له يا زيد يا زيد، قال يا زيد يا زيد، والعرضيه عرضيه عرضيه عرضيه. اكرم عفيف وصلت للملك، وصلت للملك. نعم ونعم الاسيست. الله 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 الله. موخيكا 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 يسجل ثالث اهداف الزعيم بالثلاثه بالثلاثه بدون خساره بهدف الى الفوز بالثلاثه. انه الزعيم يا عزيزي. تيكت ايزي تيكت ايزي تيكت ايزي. عاد الزعيم يا عزيزي. كامارا من نجوم ماتش النهارده اهو. ده الباص جاله غلط، الباص جاله غلط. كامارا نادي السد والاهلي السعودي بقيمته وهبته ومكانته وحالته الفنيه والرقميه الجديده. فاول لمسه يد على يوسف المساكني. عمل ماتش كويس النهارده المساكني على فترات، لكن عمل ماتش كويس الحقيقه. النمس كما نحب ان يكون. ادي لمسه اليد وادي حسن الهيدوس. اذا مشاهدينا الكرام، مبروك للزعيم، مبروك للسد، هارد لك للنادي العربي. 3 أهداف مقابل هدف. with